الصلصه بتاعته ان انا اغليها شويه. فانا كان عندي صلصه في الفريزر اللي انا كنت عاملاها، فطلعتها وحطيتها في الفريزر 3 دقايق. وانا عندي بقى كيلو ممبار، الممبار بالكيلو بتحط له كيلو رز. طبعا الممبار بغسله بميه بملح بليمون وخل، ودي طبعا كلنا عارفين الحوارات دي. وايه، وحطيت البصل وحطيت عليه البهارات اللي هي اللي انا حطاها دي، ملح وفلفل اسود وبابريكا وكاري ودقه اللي انا بعملها في التلاجة، فلفل احمر وتوم وملح. وقولي ما تطوليش يا بت يا منى، وطولي يا بت براحتك. وبعدين حطيت الصلصه. انا بقى نقلتها هنا في بوله تانية، اصل البوله الموف دي انا لسه شاريها جديد، فانا فرحانه بيها كل شويه اقعد اعمل فيها. ماشي. وبعدين بقى حطيت الرز وخضرة بقى المحشي. بحط الورق مش العيدان، وحطيت معلقتين زيت عشان الزيت عشان الرز يفرفر كده ايه في الممبرايه. ماشي. بجيب بقى الممبار بقصقصه بالمقص على قد صبع كده، وابتدي بقى ايه احطه بقى كده، يعني امسكه كده بايديا الاتنين واحشيه. وابططه بقى كده علشان يعني ما يبقاش مليان على الاخر ويفرقع ايه في الميه. ودي كمان صبع اهو. احط بقى ايه، امسكه بايديا الاتنين وبصبع واحد كده، واروح حاطه ايه الرز، وبعد كده بتك عليه كده لو في زياده ولا حاجه بنزله عشان ايه ما يفرقعش منك وانت بتعمليه. ودي كمان واحد عشان الحبايب. اه شاطره يا بنتي يا منى. وادينا بقى ايه خلصت كل الكمية في ثواني، كل الكمية. وبعد كده احط بقى المية تغلي على النار، بحط مية وملح فلفل اسود ولما صلى على النبي وطماطم وبصل نسيت. واحط ورقة لوري. وبعد كده بحط الممبار واحدة واحدة في المية علشان ما بردش المية، عشان يعني واحدة واحدة بتحطيها فبيقفل من الجنبين، انما تحطيه كل مرة واحدة هيقع منه الرز. فانا بوريكم لما تنزليه واحدة واحدة كده بيقفل بقى على طول الايه من الجنبين. ودي هنا ايه بعد بقى ما استوى بتتك عليه كده بالمعلقة. وبعد كده حمرت في الزيت وخلصت بقى، وحطيت شوية بقدونس حركات وبتاع. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.